رئيس الشرطة هذا لا ينبئ بخير. حديثه، ملامحه، الظاهر منه لا شيء يتعبك غير فراستك. لو تخليت عنها بعض الوقت وحكمت على الأشياء من واقع ما يحدث. المسألة ليست فراسة. حديثه ظاهر، إنما يريد أن أتعلم ما يريد وأن أحكم بما يريد. لا تتعجل الأمور يا شافعي، ولا تبادر بالصدام. لقد سألت عنه وقالوا لك إن أمر نجران كله في يده، وإن الحاكم نفسه يخضع لإرادته. أنا لا أريد إثارة المشاكل مع أحد، إنما لا أبيع العدل بالسلامة ولا أشتري الأمانة بالخيانة. أخاف عليك يا شافعي، أخاف ما يمكن أن يقع لك إذا بدأت الصراع معه. وما الذي يمكن أن يقع؟ أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي شكواك؟ هذا الرجل وضع يده على أرض هي ملك لي ويرفض ردها. كيف هذا؟ أنا سعد بن شيبة شقيق الوالي، فكيف أكون مغتصبا للأرض؟ ما سألتك حتى تجيبني، وما أذنت لك بالجلوس حتى تجلس. البينة على من ادعى. هل عندك شهود على ملكية هذه الأرض؟ معي شهود، ولكنهم يتهيبون شقيق الوالي ويخافون الشهادة ضده. أكفل لهم الأمان، ائتني بهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الذي جاء بك يا رئيس الشرطة إلى مجلس القضاء؟ جئت أتابع علمك الواسع وأسمع حكمك العادل على هذا الفاسق الذي يدعي أن شقيق الوالي اغتصب أرضه. فأنت لست مدعيا. نعم. ولا مدعا عليه. نعم. ثم إنك لست شاهدا. عفوا يا أخي، لا مقام لك في هذا المجلس. تطردني يا شافعي من مجلسك؟ أخاف تأثيرك على الشهود. ما فعل ذلك أحد قبلك. ما لي بمن قبلي ومن بعدي، إنما أفعل ما أراه صوابا. لن أخرج من هذا المجلس، ولن يستطيع أحد إخراجي. إذن أخرج أنا، وسوف أقتل الرشيد ليعفيني من هذه المهمة. تكتب إلى أمير المؤمنين؟ لا حاجة لذلك، سوف أترك المكان. الآن نسمع الشهود. أنت المقصود بهذا الحكم يا سيد الوالي. عندما يحكم بأن أخاك مغتصب للأرض، فمعنى ذلك أنك تحميه وتشجعه. الشافعي جديد في نجران، وربما لا يعرف أن المتهم بالاغتصاب أخي. لقد نبهته إلى ذلك في أول زيارة له، ولكنه لا يبالي بأحد. يراها فرصة للاستئثار بالسلطان وادعاء القوة أمام الناس. ما لم نفعل شيئا لإيقافه عند حده، فسوف يواصل تحديه. وما الذي نستطيع أن نفعله؟ تعزله وتضع غيره مكانه. ما أنا الذي وليته الصدقات حتى أعزله، لقد ولاه الرشيد نفسه. لو علم الرشيد بأنه يتحدى الحاكم ما قبل ذلك. ماذا أقول الخليفة؟ أصدر حكما في غير صالح أخي؟ هذا كل ما ينسب إليه؟
أخاف أن يرى الشكوى في غير موضعها. اسمع، عليك أن تراقب الشافعي، ولن نعدم خطأ آخر نستطيع أن نحاسبه عليه. يا ابن حنبل، ما كدنا نعود من خراسان حتى ترتب لسفر جديد. ما كان أغنانا عن كل هذا العناء يا ابن حنبل. عناء تسمي التحقق من صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عناء يا ابن معين؟ أعرف أن التحقق من حديث واحد يهون في سبيله كل ما نلاقيه من جهد وكد، ولكن هي 8 أحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها عبد الرازق بن همام. نريد أن نسمعها منه وأن نتحقق أن أحدا لم ينسب إليه ما لم يقله. المشكلة أننا لا نعرف أين ابن همام. بعضهم يقول إنه في الحجاز، وبعضهم يقول إنه في اليمن. نبحث عنه في الحجاز، فإن لم نجده بحثنا عنه في اليمن. الأمر ما تراه، بوسعنا أن نلحق بقوافل المسافرين إلى الحجاز واليمن، ذلك أيسر لنا من أن نضرب في الصحراء وحدنا. يا ابن معين، الثواب على قدر المشقة. عندنا ما يكفي النفقة على كل حال. لقد أعطانا الرشيد 1000 دينار بين من أعطاهم من طلاب الحديث. أعطاك وحدك يا يحيى، فلست أقبل أجرا مقابل عملي هذا، إن أجري إلا على الله. ما هو أجر؟ ولكنها النفقة التي تتكلفها الرحلة. أستطيع أن أجيء بنفقتي من العمل في قوافل المسافرين، أعاونهم في حمل متاعهم وأحصل منهم على المقابل. ما رأيت مثلك يا ابن حنبل، يجيئك المال وترفضه وتسعى إلى المعاش بخدمة الآخرين. يا يحيى، أما جاءك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ فقال: عمل المرء بيديه وكل بيع مبرور. صدق رسول الله. لقد وقفت حياتي سعيا وراء الحديث، والحديث عندي يا ابن معين ليس من يطلبه أو يحفظه، ولكن الحديث عندي من يعمل به. بارك الله فيك. قل لي يا ابن معين، متى نرحل إلى عبد الرازق بن همام لنستوثق من صحة الأحاديث؟ اليوم أرتب أمري وأعد أوراقي، وغدا نرحل إن شاء الله. إن شاء الله. سوف أجمع هذه الأوراق في كتاب واحد، كتاب يضم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ما كان هذا رأيك؟ قابلت في بغداد فقيها يسمى الشافعي، وأخذت برأيه في جمع الأحاديث في كتاب واحد خوفا عليها من التحريف والضياع. كم حاولت إقناعك بهذا الأمر. لقد استخرت الله ووجدت فيه الخير، وسوف أسمي كتابي هذا المسند. المسند؟ ما رأيك يا ابن معين؟ كيف ترى ترتيب هذا الكتاب؟ أرى أن نقسمه إلى أبواب، باب للصلاة وباب للزكاة، وهكذا في كل مسائل الفقه. لا يا ابن معين، سوف أخذ منهجا آخر. سأقسم الكتاب حسب رواة الأحاديث، فمثلا أضع ما روي عن ابن عمر في قسم، وما روي عن ابن عمرو بن العاص في قسم، وهكذا، على أن أبدأ بالرواه من 10 المبشرين بالجنة. ولكن كل قسم سوف يضم الكثير والعديد من مسائل الفقه، بحيث يصعب على القارئ التعرف على ما يريد. ما يهمني يا ابن معين هو صحة إسناد الأحاديث. ألا ترى أن الوضاعين ينسبون الأحاديث إلى من لم يقولوها؟ أوافقك على أن سند الحديث أول الدليل على صحته. حسن إن شاء الله، هذا ما سأفعله في كتابي المسند. هلم علمنا نجد هماما في طريقنا إلى هناك،
فيوفر علينا عناء السفر إلى اليمن بحثا عنه. هيا على بركة الله. حمدا لله على سلامتكم يا مولاي، حجا مبرورا وذنبا مغفورا. نسأل الله ذلك. ما الأخبار يا يحيى في غيبتي؟ لماذا لا تنطق؟ ما الذي تخفيه؟ الوليد بن طريف قائد ثورة الخوارج في الجزيرة. أما قضيتم عليه بعد؟ سوف ينصرنا الله إن شاء الله. أما قلت لك قبل سفري للحجاز أن تبعث لوالي الجزيرة بالإمداد الذي يطلبه للقضاء عليه؟ لقد نفذت الأمر يا مولاي، وبعثت شهاب بن ياسر على رأس 5000 جندي. وما استطاعوا القضاء على ثورة الوليد بن طريف؟ بل زادوها اشتعالا. أعلن شهاب هذا فور وصوله للجزيرة انضمامه إلى الثائرين على الخلافة من الخوارج، وخطب في جنوده حتى وافقوه، وبهذا تمكن الوليد من السيطرة على الجزيرة كلها وطرد الوالي. كيف ذلك؟ من الذي وضع شهابا هذا على رأس الإمداد المتجه إلى الجزيرة؟ لم يكن أحد يعلم نواياه، لقد اعتنق في السر مذهب الخوارج. ما أجبت سؤالي. من الذي وضع شهابا على رأس الإمداد المتجه إلى الجزيرة؟ لقد كان مرشحا لهذه المهمة من القصر. أي قصر؟ ما رشحت أحدا ولا سمعت عن اسمه. لقد جاءني بخطاب ممن؟ تكلم. من مولاتي زبيدة، والخطاب ممهور بإمضائها يزكيه في تولي أعلى القيادات. زبيدة زوجتي؟ وما شأنها؟ ولما لم تعرض علي هذا الترشيح قبل أن تأخذ به؟ كنت في الحجاز يا مولاي تؤدي فريضة الحج. لا تحزن يا مولاي، سوف نرسل إلى طريف هذا من يقضي على ثورته. أصير بشهاب الخائن ليكون على رأس الجيش فتضيع مني الجزيرة. إنه رجل قريشي مشهود له بالشجاعة والإقدام، ولم يكن أحد يعتقد أنه يعتنق فكر الخوارج. ما لك أنت وشؤون الخلافة؟ ما لك أنت؟ لم يعد لي شأن بها يا هارون، لم يعد لي شأن بها. أما وعدتني ألا تتدخلي في شؤون الحكم، أما حذرتك من ذلك؟ وقد وفيت بوعدي. لقد أرسلت خطابا يزكي شهابا. الخطاب ممهور بإمضائك، لقد رأيته بعيني. نعم، ولكن يعلم الله أنك كاذبة مخادعة. أنت لا تستحقين أن تكوني زوجة للخليفة. هارون، ألا تعطيني الفرصة للدفاع عن نفسي؟ اسمعني أولا ثم افعل ما تريد. لا فائدة منك يا زبيدة، لا فائدة. هارون، أنت طالق. ولو أمضيت الليلة في أرض تحت سلطاني أنت طالق 3. ما الذي فعلته يا هارون؟ أنا طالق. كفى يا زبيدة، كفى. أليس من حقي أن يسمع حجتي قبل أن يطلقني؟ ما كان لك أن تخلفي وعدك بألا تتدخلي في أمور الحكم. ما أخلفت وعدا وما تدخلت. وما هذا الخطاب الذي رآه؟ أيكون زائفا؟ ما هو بزائف، ولكنني كتبت منذ 10 أشهر عندما جاءني شهاب هذا وطلب مني معاونته، ولم أكن قد عاهدت الرشيد بعد. وقد نسيت الأمر كله، ولكن هذا الخائن استغل الخطاب الذي معه. كان عليك أن تخبري الرشيد بذلك. حاولت ولكنه لم يعطيني الفرصة. الغلام الذي أرسلت معه الخطاب يشهد بالوقت الذي أرسلته فيه. أجيء به ليسمع منه.
لا تبكي يا زبيدة، لا تبكي. سبحان الله، سبحان الله، حينما كنت أتدخل في أمور الخلافة لم يكن يصيبني شيء، والآن بعد أن عاهدت الله ألا أتدخل فيها يصيبني كل هذا. لقد تعجل الرشيد، والعجلة من الشيطان. سوف أذهب إليه لعلنا نجد حلا. يا مولاي، هب أنك كنت في شدة الغضب، أما كانت طلقة واحدة تكفي؟ لم تطلقها ثلاثا؟ ما كانت تستحق الطلقات الثلاثة، ولكنه الشيطان غلبني، فكيف الحل؟ على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي زمان أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه جعل طلاق الثلاث ثلاثة، زجرا للناس وعقوبة لهم. ألا نأخذ بالرأي السابق على عمر ونعتبر الطلقات الثلاثة واحدة، وبذلك يمكن لي أن أرجعها؟ دعني أجد لك مخرجا آخر بدلا من الخروج على ما أمضاه عمر. قلت لها: إن بت الليلة في أرضي تحت سلطاني فأنت طالق ثلاثة. ما يمنعها أن تبيت في أرض تخرج عن سلطانك فلا يقع يمين الطلاق؟ ولكن أقرب أرض تخرج عن سلطاني على مسيرة بضعة أيام. بل هناك أرض تخرج عن سلطانك داخل بغداد نفسها. كيف ذلك؟ المساجد يا أمير المؤمنين. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلتقصد زوجتك أحد المساجد وتبيت فيه، وبذلك لا يقع يمين الطلاق. وكيف اهتديت إلى هذا الحل؟ الفضل في ذلك يرجع إلى شيخي أبي حنيفة رحمه الله. علمني بينما علمني كيف أجد المخارج من الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر. فاضل، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غدا العيد يا أبي إن شاء الله، لقد ثبت هلال شوال. أعاده الله علينا وعلى المسلمين باليمن والبركات. ما رأيك يا شافعي لو ذهبت إلى والي نجران تهنئه بالعيد؟ ما فكرت في ذلك يا حمدة. لا بد أن الناس كلهم يتوافدون عليه في هذه المناسبة. نعم يا حمدة، البعض يرفع الدعاء والبعض يعرض الولاء، وبينهم من يقدم الهدايا بسخاء. أنت أولى بالذهاب إليه، ألست عاملا على الصدقات في ولايته؟ ذلك حق الوالي على من يعملون معه. توقعت أن يزورني عندما جئت إلى نجران ليهنئني، ولكنه لم يحضر. ربما كان ينوي زيارتك، ولكنك بادرت بالحكم على أخيه باغتصاب الأرض. لو أني ذهبت إليه الآن لأهنئه بالعيد، ماذا سيقول الناس؟ سيظن الناس أنه اعتذار مني عن الحكم الذي أصدرته. أنت مصمم إذن على عداوته؟ أنا لا أريد أن أعادي أحدا يا حمدة، وليس كثيرا 1000 خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. فلتأخذ الأمور إذن بشيء من الحكمة والملاينة، ولا تكن صلبا فتكسر.
لو أن جدك عثمان بن عفان يا حمدة أخذ بما تقولين ما قتله الثوار، ولكنه عرف الحق وصمم عليه ومات في سبيله. ما سمعتك تدافع عن جدي عثمان على هذا النحو. كل دفاعك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. رضي الله عنهما. علي له مكانته عندي، وعثمان ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: هو رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. قم لتسترح يا ابن حنبل قبل أن تحل صلاة العصر. لا، عندي ما يشغلني. أريد الانتهاء من هذه الحبال علي أجد من يشتريها. وما يدفعك لذلك؟ نفقة السفر يا يحيى. ترفض المال وتسعى إليه؟ أرفضه عندما يجيئني هبة من الرشيد، وأطلبه لأمور المعاش. كل العلماء يقبلون عطايا الخلفاء. أخاف أن يحدد المال من حريتي فيما أنقل من أحاديث. أتراه يحدد حرية الإمام مالك؟ إنه لا يرد عطايا الخلفاء. ولكني أخاف على نفسي، فمالك له من العزم ما ليس لي. دعك مما في يدك، فعندي فضل من أموال الرشيد التي أخذتها منه، أستطيع أن أعاونك بها. ولم لا أعاون نفسي قبل أن أسأل الآخرين معاونتي؟ هذه الحبال التي تعمل بها لن تعود عليك بشيء يكفل الرزق. رزقي مكفول في السماء. يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. أيقسم رب السماء يا يحيى ولا أصدقه. لا فائدة من الجدال معك، افعل ما تريد. أنزلوا المتاع، أنزلوا المتاع وأقيموا الخيام في هذا المكان. أين تذهب يا ابن حنبل؟ هذه القافلة التي حطت رحالها أريد أن أعاونهم مقابل ما يعطونني من أجر. لا تشق على نفسك، فمع الشروق نواصل رحلتنا إلى نجران. الله المعين إن شاء الله. لو عجلنا السفر يوما واحدا لكنا قابلنا ابن همام في الحجاز، ولكنه سبق إلى نجران. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا رجال، ماذا تقول في هذه المسألة يا شافعي؟ دعك من هذا الآن يا يحيى، إنما أردت أن أسألك سؤالا. ما أظن عندي ما أنت بحاجة إليه. بل عندك يا يحيى. ما هو؟ لقد صحبت الليث في مصر نحو 10 سنوات، وكنت من تلاميذه المقربين، أليس كذلك؟ بلى، ولكن لولا أن ظروفا قاهرة اضطرتني إلى العودة إلى اليمن ما تركت صحبته. حدثني عنه يا يحيى، أريد أن أعرف المزيد والمزيد عن علمه. هو سيد الفقهاء وسيد الكرماء وشيخ العلماء، يمتلك موسوعة كبيرة في علوم الطب والشريعة واللغة وحتى الرياضيات. حدثني أكثر عن فقهه. يرى الكتاب والسنة هما مصدر الشريعة. كلنا يرى ذلك، ففيما يختلف عنا؟ يختلف فيما يستخرجه ويستنبطه من كتاب الله وسنة نبيه، ولذلك كان يختلف في كثير من المسائل مع الإمام أبي حنيفة. فأبو حنيفة كان لا يجيز الوقف، بينما يرى الليث
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذ بالوقف، وكذلك الخلفاء الأربعة من بعده. أعرف اختلافه مع شيخ مالك في ذلك عندما كان يتبادلان الرسائل، وأشهد أنه كان أقوى حجة وأكثر إقناعا. على أن عظمة الليث ليست في علمه فقط، ولكن في عمله أيضا، فهو كما تعلم ذو ثراء عريض، وما وجبت عليه الزكاة قط. وما وجبت عليه الزكاة؟ كيف ذلك؟ إنه ينفق أمواله كلها قبل أن يحول عليها الحول، يعطي بغير حساب، ويعيش حياة ناعمة مترفة. وإذا عاتبته على ذلك يردد قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله الله، ما تشوقت للقاء أحد كما أتشوق للقاء الليث. حدثني أكثر يا يحيى، من تلاميذه؟ من الذي يحضر مجالس علمه؟ يحضرها البويطي وابن عبد الحكم وأنا وغيرنا من تلاميذه، نتحاور ونتناقش. ألا تذكر يا يحيى شيئا مما كنتم تتحاورون فيه؟ كما ذكرت لك، كان الليث بن سعد يرى الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان للشريعة الإسلامية. الكتاب والسنة يا يحيى هما المصدر الأساسي للشريعة الإسلامية، وكل المصادر الأخرى كالإجماع والقياس مأخوذة منهما أو محمولة عليهما. الكتاب والسنة كلاهما من عند الله، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم. هل تريد أن تقول شيئا يا بواتي؟ عفوا يا إمام، أستميحك عذرا. أردت أن أسأل سؤالا: لماذا لا يكون القرآن الكريم هو فقط مصدر التشريع؟ لقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. صدق الله العظيم. كذلك فإن السنة ينفذ إليها الاختلاف، على عكس كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلما لا نأخذ به وحده؟ من يهدم السنة يهدم الدين، لأن كتاب الله أتى بالأحكام مجملة كلية، والسنة تبينها وتفسرها. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولم يذكر لنا ولم يفصل لنا الكتاب عدد ركعات الصلاة ولا كيفية إقامتها. وكذلك في الزكاة لم يذكر لنا الكتاب مقدار الزكاة، ولم يذكر لنا أيضا شروط الزكاة. وكذلك الشأن في الحج. وهكذا أيها الإخوة، فإن من يسقط السنة ويعتمد على الكتاب لا يستطيع أن يؤدي الفرائض. يا إمام يا إمام، بسم الله ما شاء الله، لقد أفاض الله عليك من فضله وأجرى العلم على لسانك مجرى النهر الهادر، ولكنك لم تلحظ أنني أكتب ما تقول، فأرجوك تمهل قليلا. السنة إذن ترتبط بما جاء في كتاب الله، ولا عمل لها فيما يخرج عما جاء فيه. بل تأتي السنة أحيانا يا يحيى بأحكام ما نص عليها الكتاب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو ما لم يأتي ذكره في آية المحرمات بكتاب الله. فما هو الأساس الذي يجعل السنة مصدرا للتشريع؟ الأساس يا يحيى هو قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله أيضا في محكم آياته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله العظيم. يا إمام، نسمعك مرة تدافع عن أصحاب الحديث، ومرة أخرى
تساند أهل الرأي، فأي منهج تلتزم به وإلى أي الكفتين تميل؟ آخذ طريق الوسط يا بويطي ولا أنحاز لأحد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كأن الليث يتحدث بما في قلبي وعقلي. الوسطية، المنهج الذي ألتزم به. ولكنك كما سمعت تدرس مختلف المذاهب والاتجاهات ولا تقتصر على الرأي الوسط. كيف ندرك الطريق الوسط قبل أن نعرف الشرق من الغرب؟ إن الآراء التي تأخذ بالغلو والشطط وتلك الأخرى التي تجنح إلى التهاون والتفريط هي التي ترشدنا إلى الوسطية التي ننشدها. هذه الوسطية صعبة لا تجد لها الأعوان، ولكنها تستجمع حولها الأعداء من كل الأطراف. حسبتها تقرب المختلفين بعضهم إلى بعض. هكذا ظننت في أول الأمر، لكني وجدت الليث بن سعد يصارع أهل الرأي وأهل الحديث معا، كلاهما يقول: من ليس معنا فهو علينا. هذا هو الشطط وضيق الأفق. لهذا ترى الناس في مصر قسمين بالنسبة لليث، منهم من يحبه كل الحب، ومنهم من يعاديه أشد العداء. الوسطية ليست الطريق السهل. ومن قال إني أبحث عن الطريق السهل؟ إنما أبحث عما أعتقد أنه حق، ولا أبالي ما يصيبني في سبيل هذا الحق. طال البحث يا يحيى ولم نستطع الوصول إليه. لا تيأس يا ابن حنبل، ليست نجران قرية صغيرة حتى نجد ابن همام في يوم وليلة. غدا إن شاء الله نواصل بحثنا. ربما لم يصل إليها من الحجاز بعد، علينا أن ننتظر حتى يعود إليها. ما جدوى كل هذا العناء يا ابن حنبل؟ يكفينا ما فعلنا، وعلينا أن نضع الأحاديث التي رواها في المسند. عاهدت الله ألا أثبت حديثا لواحد من الأحياء قبل أن ألقاه وأتحقق من صحة ما رواه. أخشى من إضاعة الوقت يا ابن حنبل. لا يضيع وقت في طلب العلم يا يحيى. يمكن أن نستفيد بالانتظار في مقابلة المحدثين والعلماء، نتحدث إليهم ونتكلم معهم. أما سمعت عن أحد منهم في نجران؟ سمعت عن رجل يشتغل بالفقه والحديث ويجتمع الناس من حوله. ما اسمه؟ اسمه محمد ابن إدريس الشافعي. الشافعي؟ هل كان في بغداد قبل أن يجيء إلى نجران؟ لا أعرف. لو أنه الشافعي الذي لقيته في بغداد فقد أتاح الله لنا موردا من العلم عظيما لا ينضب. فلنذهب إليه على كل حال، علنا نجد عنده ما نريد. الحمد لله الذي جمعنا على خير يا ابن حنبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بك يا شافعي. وينفعنا بك أيضا يا ابن حنبل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني، ماذا جمعت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. وفقني الله إلى بعض منها، ولا زلت أسعى وراء البعض الآخر. لعلك تعلمني بما صح عندك من أحاديث. فما من مسألة تخطر ببال المسلم إلا ويجد الإجابة عنها في كتاب الله وسنة رسوله. ما قولك في المحرم بالحج أو العمرة الذي يقتل حشرة تؤذيه؟ وأين نجد الرأي في هذه المسألة في الكتاب أو السنة؟ يقول تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد أباح عمر بن الخطاب للمحرم قتل ما يؤذيه من حشرات. ما رأيك يا إمام في طفل وطفلة رضع من شاة واحدة، أيجوز لهما الزواج؟ وما يمنع الزواج بينهما؟ الحديث الشريف الذي يقول: كل صبيين اجتمع على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر، ألا ستأخذ بنص الحديث؟ آخذ بنص الحديث، ولكن الحديث يقول: اجتمع على ثدي واحد، ولم يقل على ضرع واحد. لقد سويت بين المرأة والنعجة. بارك الله فيك يا شافعي، أحسنت القول. والله لا يفوتني مجلسك
ما دمت أقيم معك في بلد واحد. بارك الله فيك يا ابن حنبل. اشتقت إليك. كيف أنت؟ ها أنا ذا يا مولاي، أبيت في حجرتي وليس في أحد المساجد. أما زلت تذكرين واقعة يمين الطلاق؟ لقد انتهى أمرها. ما نسيتها ولن أنساها لك. زبيدة حبيبتك تلقي بها خارج القصر دون أن تسمع دفاعها. لقد صدق ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الشديد من يملك نفسه عند الغضب. مولاي، لا أحب أن تكون حياتي معك مرهونة برضاك أو غضبك. بالله عليك، لا تستدعي المشكلات من الماضي ودعينا نواجه المشكلات الحاضر. وما الذي يشغلك من مشكلات في الحاضر؟ ولاية العهد، أريد أن أعهد بها لواحد من ولدي، الأمين أو المأمون. هذا شأنك. وما رأيك؟ ماذا؟ تطلب رأيي؟ تطلب رأيي بعدما حذرتني من التدخل في أمور الحكم؟ هذا ليس وقت العناد يا زبيدة. لو كان لديك ما تقولين فلا تبخلي به. تعرف أن الأمين ولدي، بينما المأمون أمه جارية فارسية. أعرف ذلك. إذن فأنت تعرف رأيي يا مولاي. ولكن المأمون هو الأكبر وربما الأكثر حكمة. إنني اختبرت الاثنين. حسن، فلتعد بولاية العهد إذن لابنك المأمون. أخواله من الفرس يلتفون حوله ويؤثرون عليه. أخاف أن تنسلخ الخلافة من عروبتها ويطغى عليها العجم. ها أنت ذا تدرك الخطر يا مولاي، فما الذي يمنعك من تفاديه؟ لو أعطيت الأمين ولاية العهد فسوف أغر صدر المأمون عليه لأنه الأكبر. سوف أفكر في الأمر على كل حال. سلام